مقالنا اليوم عن الدول التي احتلت واستعمرت أراضي كردستان، وأعتقد أن هذه الدول ارتكبت خطأ فادحا في التاريخ ولا تستطيع إخفاء كذبها، مثل الإيرانيين والأتراك والعراقيين والعرب والروس، وكل هذا بسبب جغرافية كردستان، ومحتلي كردستان من أكثر الشعوب غباء، والعالم يعتبرهم شعوبا غبية. لقد زوروا التاريخ في شكله الخارجي، أما في شكله ومضمونه الداخلي فبقي التاريخ كما هو، لأن تزويرهم للتاريخ لم يشكل إلا غلافا وليس أكثر من غلاف كتاب. أما المضمون فبقي كل شيء كما هو، كمن يغير اسمه ولقبه ولكن لا يستطيع أن يغير اسم قبيلته أو اسم عشيرته أو اسم المنطقة التي ولد منها. هذا يبقى مثل النقش على الحجر. أسف، لقد فعلوا هذا. تغيير الأسماء شيء كبير، لكنهم تركوا وراءهم الكثير من المعلومات عن تاريخ الشعوب الأصلية، ولكن لا تزال هناك فجوات لإظهار التاريخ من البداية مرة أخرى. هنا نقصد اسم المناطق القديمة واسم العشائر والقبائل واللغة الكردية التي تحمل نفس الاسماء، واسم القبائل واسم المناطق القديمة التي كانت جزءا من شعبنا الكردي منذ آلاف السنين وما زالت تحمل نفس الاسماء. وعندما نقول أن هؤلاء المحتلين إغبياء لن تصدق لماذا ساعتك الجواب أو لا احتلوا كردستان 5 أجزاء من كردستان. لو كان بينهم عاقل لجعلوا اللغة الكردية لغة ثانية في مجتمعهم ليرثوا هذه الحضارات لإنفسهم، ولكن للأسف ثبت إنهم إغبياء وسفهاء. كان بإمكانهم بناء اللغة الكردية لإنفسهم ليرثوا هذه الحضارة. علموا شعبهم اللغة الكردية وجعلوا اللغة الكردية لغة ثانية في مجتمعاتهم، ولكن للأسف فشلوا وتركوا وراءهم ثغرة في الحضارة الكردية. لنا كل هذا يتعلق بالأسماء الكردية واللغة الكردية. تركوا هذه الثغرة ولم ينتبهوا لها إطلاقا وانشغلوا بأمور أخرى لمحو الهوية الكردية. لقد لجأوا إلى قطع الرؤوس والمجازر والإبادة الجماعية والاعتقالات والتدمير بكل الوسائل، وقتلوا كل المثقفين والمؤرخين والشعراء، وإحرقوا ملايين الكتب والوثائق الكردية من أجل إخفاء الآثار تماما، وتركوا اللامية. ومن أجل التكامل عادوا إنتاج التاريخ الذي اخترعوه لإنفسهم في رؤوسهم من أجل محو هذا الشعب من وجه التاريخ، ولكن للأسف لم يستطيعوا ذلك، وبقيت اسماء القبائل واسماء الأماكن واللغة الكردية كما هي لنا. فالتاريخ يظهر من بداية الجديد ويظهر من كردستان المحتلة. ولنا خرج الشعب الكردي وقال لهم إنكم زرتم التاريخ، وهذا التاريخ الذي زورتموه هو لغتنا وقبيلتنا وتاريخنا والأماكن التي عشنا فيها قبل آلاف السنين. وسأعطيكم مثالا صغيرا هنا. يقول اللغوي البريطاني الشهير برنارد كومري في مقال خصصه لمنهج متعدد التخصصات لحل العديد من مشاكل ما قبل التاريخ البشري: من المعروف أن بعض الشعوب عندما تستولي على أراضٍ كانت مأهولة من قبل بقوميات أخرى، فإن أسماء الأماكن، الأسماء الجغرافية التي استخدمها المستوطنون الأصليون غالبا ما يحتفظ بها المستوطنون الجدد. ونعني هنا الأسماء القديمة والأماكن القديمة وأسماء القبائل واللغة المرتبطة بالشعب الكردي. وهذا هو الحال في كردستان، فقد احتلوا جغرافية كردستان، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحتلوا أسماء الأماكن وأسماء القبائل واللغة الكردية. سوف يصبح الشعب الكردي مستقلا ذات يوم، وستكون له دولة عظيمة، لأنه شعب لا يقهر مهما حاول جاهدا.